الشخص اللي ظهر قدامكم ده يلقب بآكل لحوم البشر، واسمه جيفري دامر، ومن أخطر وأبشع القتلة المتسلسلين على مستوى العالم. في يوم 21 مايو 1960 اتولد جيفري ليونيل دامر في مدينة ميولكي بولاية ويسكونسن الأمريكية. من صغره كان مختلف، كان هادي ومنطوي على نفسه، وكان عنده اهتمامات غريبة جدا. مثلا كان بيحب يجمع الحيوانات الميتة ويشوفها وهي بتتحلل، حاجات تخوف وتخليك تفكر هو ايه اللي بيحصل جوه دماغه. تخيل انك ماشي في شارع هادي في مدينة ميولكي الأمريكية، وفي شاب وسيم بيعرض عليك توصيلة وبيرة مجانية. كشخص أمريكي طبيعي انك تفتكر ان هدفها طيبة، بس تفتكر انك ممكن تكون بتقع في فخ مميت. الشخص ده هو جيفري دامر، اللي اتحول من شاب عادي لواحد من ابشع القتلة المتسلسلين في تاريخ البشرية. دلوقتي هنغوص في عقلية قاتل متسلسل بيحمل في جعبته حلوة جعبته دي. بيحمل في جعبته اكتر من 17 جريمة قتل وافعال تفوق كل التوقعات. قصتنا اليوم من اقوى القصص اللي بغطيها في القناة، فما تفوتش لحظة من الفيديو علشان فعلا القصة مثيرة ومرعبة جدا. السلام عليكم، انا محمود رمضان، ولاول مره تشوفني ما تنساش الاشتراك واللايك وتعليقك الجميل اللي بيسعدني، وشكرا لدعمكم المستمر. وعلشان ما اطولش عليكم فيلا بينا للقصه. في سنه 1978 جيفري كان عنده 18 سنه، وساعتها ارتكب اول جريمه قتل. كان سايق عربيته ولقى شاب اسمه ستيفن هيكس ماشي على الطريق. جيفري عرض عليه يوصله، وهو بيوصله طلب منه يروح معاه للبيت ويشربوا مشروبات زي بيرة وخمر أعزكم الله. ستيفن وافق، ولما وصلوا البيت جيفري بدأوا يشربوا المشروبات اللي بتغيب العقل اللي ذكرناها من شوية. فضلوا يشربوا، وبعد شوية الشاب حس إن في حاجة غلط وطلب يمشي، ولكن جيفري طبعا كان محضر جنبه قطعة من الحديد أو المعدن اللي هتكون السبب في قتل ستيفن. بدأ ستيفن يتحرك علشان يمشي من بيت جيفري، ولما ادى ظهره لجيفري راح ضربه بالحديد على راسه وقتله. ودي كانت بداية سلسلة طويلة من الجرائم البشعة اللي هيرتكبها جيفري، واللي هنعرضها على حضراتكم في الفيديو ده. بعد أول جريمة قتل جيفري فضل فترة من غير ما يرتكب جرائم، لكنه في أوائل الثمانينات بدأ يرتكب جرائم تانية. كان بيستهدف الشبان والمراهقين، خاصة من الأقليات اللي كان بيستدركهم لعنده البيت بحجة إنه هياخد لهم صورة فوتوغرافية أو يشربوا معاه زي ما حصل مع ستيفن. من ضمن الطرق البشعة اللي كان بيستخدمها جيفري كان عنده طريقة معينة بيستخدمها في كل جريمة. كان بيخدر الضحية عن طريق حبوب منومة يحطها لهم في الخمور، أو بعد ما يشربوا يسكروا كان بيديله حقنة أو إبرة مخدرة، وبعد كده يعمل معاه أفعال جنسية. بعد ما يخلص من عادة الدنيئة اللي كان بيعملها دي كان على طول بيقتل الضحية، وبعد ما يقتلهم كان بيقطع الجثث وبيحتفظ ببعض الأجزاء كتذكار. كان بيستخدم أدوات جراحية لتقطيع الجثث بشكل احترافي، وكانت التلاجة بتاعته مليانة بقايا بشرية. الأغرب والأكثر رعبا إنه كان بيطبخ بعض الأجزاء وياكلها. كان بيقول إنه كان بيحاول يخلي الضحية جزء منه عن طريق الأكل. ده كان جزء من الطقوس اللي بيعملها عشان يحس بالقوة والسيطرة. من ضمن الضحايا المشهورة جدا واحد اسمه كينراك سينساسيموفون، واحد من أشهر ضحايا دامر. كان شاب لوسي. جيفري استدرجه لبيته وخدره كالعادة بشرب الخمور والكحول، حط له حبوب منوم في المشروب، وبعد ما خدره حاول يحوله لزومبي عن طريق حفر ثقب في جمجمته وصب حمض في راسه. الولد طبعا كان لسه ما اتخدرش بشكل كامل، فقدر يدفع جيفري ويهرب منه، وكان ماشي في الشارع وهو مصاب. الجيران شافوه واتصلوا بالشرطه، لكن لما الشرطه وصلت جيفري قدر يقنعهم ان الولد ده صاحبه، وانه بس كان شارب زياده. الولد ما كانش في وعيه وما عرفش يتكلم مع الشرطه. الشرطه رجعت الولد لدامر بعد ما اقتنعوا انه صاحبه. جيفري على طول خد الولد وطلعوا للشقه بعد ما الشرطه مشيوا وقتلوا فورا. وفي 24 سبتمبر 1988 جيفري قابل واحد اسمه جوزيف بيريدوف في بار. فضل يحكي معاه علشان يتصاحب عليه، وفعلا اتصاحب عليه واستدرجوا لبيته. بعد ما وصل البيت جيفري كالعاده شربوا مع بعض، وهما بيشربوا جيفري حط له مخدر في كاسه الخمره، وبعد ما خدره واعتدى عليه جنسيا قتله، واحتفظ بالجثه لفتره قبل ما يتخلص منها. وفي 1990 استدرج جيفري واحد اسمه ادوارد سميث لبيته وقتله. بعد كده حاول يتخلص من الجثه بطرق مختلفه، منها انه خد الجثه وحطها في الحمض. في 22 يوليو 1991 الامور بدات تتكشف لما واحد من ضحاياه الهاربين اسمه تريسي ادواردز قدر يهرب من شقة جيفري وطلب مساعدة الشرطة. لما الشرطة وصلت لقوا في شقة جيفري حاجات مروعة. التلاجة كان فيها رؤوس بشرية وعظام متفرقة وصور لضحايا في أوضاع بشعة. جيفري اعترف بكل جرائمه وتفاصيلها المرعبة في المحكمة بتاعته. في 1992 اعترف بقتل 17 شاب وصبي بين 1978 و 1991.
اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط. وفي السجن جيفري كان معزول في الأول عن باقي السجناء، بعد كده بدأ يتعامل معاهم، كان بيتكلم عن ندمه وعن الحاجات اللي كانت بتدفعه لارتكاب الجرائم دي. وفي 28 نوفمبر 1994 جيفري كان بيأدي أعمال تنظيف في السجن ومعاه سجينين تانيين، واحد منهم كان اسمه كريستوفر سكاربر اللي ضرب جيفري بقطعة من الحديد على راسه لحد ما مات. كريستوفر قال بعد كده انه عمل كده عشان جرائم جيفري كانت بشعة جدا، وانه كان بيحس بغيظ من مجرد وجوده. قصة جيفري دامر مش بس قصة قتل عادية، دي قصة عن انسان اتحول لوحش بيفترس البشر. تفاصيلها المروعة خلتها واحدة من ابشع القصص في تاريخ الجريمة. الناس هتفضل تفتكر القصة دي كواحدة من أكتر القصص المرعبة اللي حصلت واللي كشفت عن جانب مظلم في النفس البشرية. جرائم جيفري دامر خلت الناس تتساءل ازاي ممكن الناس يوصلوا للدرجة دي من البشاعة. وفي نهاية الفيديو ده حابب اقول لكم ان قصة جيفري دامر دي من اكتر القصص اللي بتثير الجدل والرعب في تاريخ الجرائم. الافعال اللي عملها هتفضل مرعبة وغامضة، وهتعلمنا اهمية اننا نكون دايما منتبهين ويقظين. ولو عجبتكم القصة وعايزين تشوفوا اكتر من قصص الغموض والاثارة، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. شكرا على متابعتكم وشكرا على دعمكم المستمر، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.